السيد هذا اجنبي تزوجت به زواج اجنبي. انا مغربيه، تزوج بيا بلا كاغط، غير فاتحه غير بالشهود، جاب معاه شهود، كتبوا ورقه يعني ما بلا ما تقاليزات ما والو، يعني غير ورقه عاديه كتبها غير واحد السيد جا معاه سعودي. صافي تزوجنا، جابني للدار ديالو، سكننا، بقى السيد يعني كيتعامل معايا النوبه الاولى. السيمانه الاولى كان كيتعامل معامله مزيانه، كان مزيان هو هذاك. شويه شويه المعامله ديالو بدات كتبدل. داك السيد اللي جاني بداك الوجه النهار الاول ماشي هو هذا، يعني تبدل عليا بزاف، ولا كيقول لي اش غادي نقول لك، ولا كيطلب مني شي حوايج ما مزيانينش، ولا كيعاملني واحد المعامله في الفراش ماشي هي هذيك، كيعذبني جنسيا بزاف. ومنا كنقول له هادشي اللي كدير فيا راه حشومه، راك انت في هاد السن ديالك ما خصكش دير هادشي، راك كبير، انا بالنسبه قد بنتك، حشومه ما ديرليش بحال هكذا. كيقول لي غادي تسكتي ولا غادي نصورك وندير لك فيديوهات وغادي نطلقك في مواقع الاباحيه. يعني كان ضاغط عليا، واخا انا ماشي قصيره صغيره راني كبيره، وهو كان كيستفزني بهذا التصوير وهذا سميتو، ما عندي معاه لا عقد لا حتى شي حاجه اللي كتثبت انا مراتو. كان كيربط لي يدي وكيمارس عليا الجنس، واخا كنكون في العاده الشهريه اللي خصو يوقرني ويحترمني، ما يقيسنيش. الراجل راه هذا الشيء باين للمغاربه ولاي واحد مسلم، ما كانش كيوقرني، كان كيمارس معايا الجنس من الثدي ديالي، المهم شي مناطق حشومه ثقال. هاد السيد موسطه واحد من العائله ديالنا، هو اللي لاقاني به، هو اللي قال له باغي نتزوج، قال له نتزوج صاحبي، قال له الصديق ديالي بغى يتزوج. جا هذاك اللي من العائله ديالي عطيته التصويره، شافو، قال له ها هي السيده اللي باغا تزوج. مشى هو شاف داك التصويره، قال له السيد اللي بغى يتزوج ما عجباتوش هذه، راه نشوفها الابن ديالي حسام، سميتو حسام، باغي يتزوج، راه ديك المواصفات اللي في هذه السيده، وراه هو اللي بغاها ولدي. شويه شويه ما صدق لا ولدو لا صاحبو، صدق هو اللي باغيني، ورغم قد بابا في السن، كبر مني في السن، بيني وبينه راه المهم قد الوالد ديالي في السن. تخلي بواحد الدين والاسلام، واحد الصفه اللي اي وحده يدخلها بداك الطريقه هذه راه تقبل تزوج به، قبل تقول لا كان غير راجل وراجل مزيان يعني ما باغا حتى شي حاجه، انايا باغا غير الاستقرار، ما كانش عندي مشكل. قلت واخا ماشي مشكل، قبلت به. منا قبلت به السيد تبدل. هاني قلت لك الكلام اللي كان كيقول النهار الاول اللي غادي ناجر لك، اللي غادي ندير لك السكن ديالك وندير لك واحد المبلغ مالي من الشهر للشهر نبقى نصيفطو لك، وقال لك ان شاء الله يوم من الايام غادي نديك معايا للسعوديه، غتلتحقي بالازواج ديالي، حيت انا الزوجه الرابعه عنده 3. وراه هاد الطريقه اللي دار لي انا راه بزاف دارها لواحد البنات، راه هادو 5 ديال البنات اللي دار لهم بحالي هكذا، كيجي كيفسد فيهم بهاد الطريقه ديال الدين والصلاه، ويقول لك نوضي صلي الفجر وديري، وهو في نفس الوقت كذاب. ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، كينتقم منهم وكياخذ منهم داكشي اللي بغا وكيمشي بحالو. المغربيات كيقول لك بتعنيك ما مزيانينش، ما عندكمش الحكام في بلادكم، كون كان عندكم الحكام في بلادكم ما غاديش يدير لكم هاد السيد هكذا، نتوما ما محكومينش، يعني كتمشيو غير بالفلوس. اللي كيبغي يدير السياحه يدخل للمغرب، كيقول لك السياحه ديال الجنس موجوده في المغرب. انا غير خرجت، غير هربت وصافي، مخليني في الدار بلا مصروف بلا حتى شي حاجه، قابطني في الدار. واش غادي نقول لك اخويا، الاحساس ديالي راه ما نقدرش نوصفه لك، راه الاحساس راه الله اللي عالم بيا. انا ما كنتش ناويه هكذا، اقسم بالله ما كنت ناويه هكذا بهذا الشكل هكذا، ولكن من صدمني، ما نكذبش عليك، صدمني دمرني. ما كنتش ناويه فيه، السن ديالو ما يسمحلوش يدير داكشي. الشيء لو كان نعطيك تصويرته وتشوفوا، السن ديالو ما يسمحلوش يدير داكشي. ما تجيكش اللبال كاع تشوفوا نتايا تحترموا وتوقروا وتقول هذا السيد هذا ما يديرش هذا الشيء، ولكن اخويا دار. كنطلب السي الحموشي وسيدنا صاحب الجلاله الله ينصرو، يوقف مع البنات المغربيات اللي ضحايا في هذا الزواج الاجنبي وكيتعذبوا مساكن في بلادهم، يعني ماشي خارج الوطن، في بلادنا كنتعذبوا وكنطيحوا في هذا النصب، كنكونوا بنيه حسنه وكنصدقوا حنايا، كيكذبوا علينا. دابا كنطلب حقي.